السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهاردة يا حبايبي جمبري بأفضل طريقة، وهنعرف ايه أفضل طريقة لعمل الجمبري وتنظيفه. أول حاجة يا حبايبي قلبي هنقول بسم الله. أنا معايا كيلو إلا ربع من الجمبري، ودلوقتي هنعرف مع بعض ازاي نشيل الكيس الرمل من الجمبري بالطريقة الصحيحة. هنمسك الجمبري زي ما احنا شايفين كده من المنطقة دي بالظبط، ونجيب سكينة مشرشرة علشان الجمبري يقدر يتفتح معانا بسهولة وما يتكسرش في ايدينا. اول ما نفتح الجمبري من المنطقة دي هنلاقي كيس رملي. هتجيبي شيش تاووك او خلة سنان وهتتشال معاكي كلها بالطريقة دي زي ما احنا شايفين. انا عملت كل الكمية اللي معايا دي يا حبايبي، بس انا سايبة كده 2 أو 3 عشان نشوفهم مع بعض. فين يا حبايبي؟ اجيب الجمبري كده من نص الظهر وافتحه بسكينة تكون سنها مشرشر. نمسكها بالراحة جدا وما نضغطش عليها، وهنشيل الكيس الرمل منها بالطريقة دي. شايفين؟ هيتشال معاكي بكل سهولة خالص، ومش هياخد منك اي وقت ولا مجهود. شايفين شكل السكينة من المنطقة دي اللي في الجمبري بالظبط. اول ما تفتحي هتلاقي الكيس الرمل قدامك على طول، وتبدأي تسحبيه، لان ده بيضايقنا جدا ساعة الاكل، ما ينفعش ناكل بيه. هيعمل طعم مش لطيف خالص للجمبري، وهيبقى شكله مش حلو معاكي. دي احسن وافضل طريقة يا حبايبي عشان نشيل بيها الكيس الرملي من غير ما الجمبري يتكسر معانا. وبيبقى برضو في منطقة الراس كده شنبات، لازم نقصها كلها علشان ما تضايقناش ساعة الاكل. تمسكي الجمبري من المنطقة دي وتبدأي تقصي في الريش بتاعه كله. شايفين يا حبايبي؟ كنت في الوقت ده حابة اوريكم كمية الجمبري اللي انا نضفتها، والمنطقة اللي فاتحة منها وشايلة منها الكيس الرملي. والمكونات المطلوبة معانا لعمل الجمبري بسيطة جدا. أول حاجة معانا معلقة من الفابريكا، ونص معلقة من توابل السمك، ومعلقة من الكمون، ونص معلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة من الملح. وجبت برضو طماطميتين وبصلتين وفلفل أخضر. الطماطم يا جماعة بتعمل لون حلو قوي لشوربة الجمبري، وسمكها بتخليه حلو. وقطعت المكونات بتاعتي كده كلها زي ما احنا شايفين يا حبايبي. واول حاجة هبدأ انزل بيها على الزيت السخن البصلة. هدي البصلة تشويحة وهسيبها لحد ما تدبل شوية، مش عايزاها تاخد لون ولا حاجة، انا هسيبها بس لحد ما تدبل. واول ما ريحة البصلة تطلع معاكي تبدأي تنزلي بباقي المكونات. هنزل بالمكونات بتاعتي واحدة واحدة لحد ما كل واحدة فيهم تدبل، انزل باللي بعدها على طول. وتاني حاجة نزلت بالفلفل الرومي اهو، وهنفضل نقلبه كويس جدا في البصل لحد ما يدبل برضو. واول برضو ما الريحة بتاعة الفلفل الرومي تبدأ تطلع معاكي هتبدأي تنزلي عليه بالطماطم. هبدأ انزل عليه بالطماطم. انا كنت مقطعة طماطميتين بس، مش بيحتاج كمية طماطم كتير، هو مجرد طماطميتين بس عشان يعملوا لون للشوربة وسمك. وبرضو يا حبايبي هدي للطماطم تشويحة معاهم، وهبدأ اضيف التوابل بتاعتها عليهم. التوابل اللي محتاجينها يا حبايب قلبي زي ما قلتلكوا: معلقة من الفابريكا، معلقة من الكمون، معلقة من الملح، نص معلقة من الفلفل الأسود، نص معلقة من توابل السمك. وبدأت أضيفهم دلوقتي يا حبايبي على المكونات بتاعتي. في الوقت ده هيبقى ريحتهم حلوة قوي. جربوا يا حبايبي الجمبري بالطريقة دي، هيعجبكم جدا، وهتطلع من الجمبري بتاعك شوية شوربة حلوين بجد. وهنقلب برضو التوابل بتاعتي في المكونات كويس قوي لحد ما ريحتهم تطلع وياخدوا تشويحة كويسة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ودلوقتي هبدأ أضيف عليهم الجمبري بعد ما غسلته كويس أوي وصفيته. متمسكيش الجمبري جامد وانت بتغسليه بإيديكي عشان ما يتكسرش منك. شايفين؟ أنا بدأت أضيف الجمبري عليه بشويش كده علشان ما يتكسرش مني. وهسيب برضو الجمبري يا حبايبي شوية مع المكونات الجميلة بتاعتنا اللي احنا حطيناها دي على النار قبل ما أضيف عليه المية علشان ياخد من ريحتهم ومن طعمهم. سيب الجمبري معاهم حوالي 2 3 على النار قبل ما اضيف عليه المية. وهنمسك الحلة ونقلب الجمبري بالطريقة دي زي ما احنا شايفين علشان ما يتكسرش مننا. ما ينفعش تقلبيه بالمعلقة.
ودلوقتي يا حبايبي هغطي على الجمبري قبل ما اضيف عليه المية، وهسيبه ياخد تشويحة حوالي 3 4 دقايق. دلوقتي بدأت افتح عليه، كان اخد تشويحة كويسة معاهم، وهضيف عليه 2.5 كوباية من المية. مكتريش مية علشان الجمبري بيتعمل بسرعة، علشان سمك الشوربة بتاعت الجمبري يبقى حلو وما تبقاش خفيفة معاكي. فيدوب 2.5 كوباية من المية بس، لان الجمبري بيستوي في خلال 10 دقايق. انا كنت يا جماعة حاطة في الوقت ده الجمبري على نار وسط، وبدأت افتح عليه بعد 10 دقايق. شايفين شكله ولونه في الوقت ده بقى حلو قوي، بسم الله ما شاء الله. وطعم الشوربة بتاعته كمان كانت جميلة جدا. كان الجمبري في الوقت ده بقى له 10 دقايق بالظبط، ما تطولوش عن كده علشان ما يتكسرش معاكي على النار. شايفين يا حبايبي في الوقت ده كنت بدأت احط الجمبري، كان جاهز معايا بسم الله ما شاء الله. شايفين لونه كان حلو قوي، طالع سليم مش مكسر ولا حاجة، علشان ما طولتش عليه على النار. زي ما قلتلك يدوب 10 دقايق بس على النار وسط. وطلعت برضو منه الشوربة، كان لونها حلو قوي وطعمها جميل جدا بجد. وسمك الشوربة بتاعت الجمبري برضو كانت حلوة، بسبب المكونات اللي احنا حاطينها، البصل والطماطم والفلفل، بيعملوا سمك للشوربة حلوة قوي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وقدرت افككم بحاجة. وياريت يا حبايبي متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد بنزله. متنسوش اللايك والتعليق ودعوة حلوة منكم، ادعموني، انا محتاجة دعمكم جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.